السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم ابتسام، وقبل ما نبدأ الكلام نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والفيديو ده عايزين فيه لايكات كده كتير، لان انا جايه لكم كده ايه، ان شاء الله ناويين نحوش مع بعض. فهقول لكم كده ازاي نحوش وازاي نعمل كده، آه، يعني على قد ما نقدر فلوس. مش هقول بقى فلوس كتير عشان ما نضحكش على بعض، لان لا، احنا على قد ما نقدر هنعمل كده ايه، فلوس اللي هي مثلا هنلاقيها في وقت زنقة، هنلاقيها في وقت ما احنا مزنوقين محتاجين الكلام ده كله. اي حاجة معاكي انت مش قادرة، او انت يعني مش شايفاها بسيطة، ولا مش هتعرفي تعملي بيها حاجة. اي جنيه، اي 5 جنيه، اي حاجة فكة معاكي مع زوجك، انت شايفاهم دي كلها حاجات بسيطة ملهاش اي لازمة بصراحة ومش هتنفع. فلا، انا جاية النهاردة اكلمك عن تجربة شخصية، والله كده، يعني عن تجربة انا مريت بيها في وقت من الاوقات. فاكرين انتوا ايام ما كان في الربع جنيه والعشرة ساغ والكلام ده؟ طبعا الحاجات دي يعني مش منقرضة بقالها سنين يعني. الحاجات دي انا كنت عاملة برطمان كده، وكنت بحط فيه ربع جنيه، نص جنيه، جنيه، اي فكة معايا كنت بحطها فيها. ف... فجيت في وقت كده كنت مزنوقة ومعيش خالص فلوس، وقلت اطلع كده لما اشوف كده البرطمان ده فيه ايه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لقيت البرطمان يعني كان فيه مبلغ وقتها في حدود كده، كان عامل حوالي 300 جنيه، يعني 300 وحاجة في الحدود دي. وفي الوقت ده ما كانش معايا فلوس نهائي. فالبرطمان دوت بالجنيهات او بالربع جنيه وبالانصاص، وكان وقتها العشرة ساغ او ال10 قروش لو احنا فاكرين. آه، يعني يعني عمل حاجة معايا كده مهمة قوي بصراحة، وقوم لي البيت وقوم لي الدنيا في الوقت ده. الكلام ده ملهوش كتير، يعني الاربع دي والعشرة ساغ دي يعني من حوالي كده 10 سنين او 12 سنة، حاجة كده يعني، هي اتشالت. بس بعد كده فضلت الموضوع دوت في دماغي بصراحة، وما سبتهوش. قعدت فترة كده كبيرة، كل ما يكون معايا اي حاجة كده فكة اشيلها، اي فكة اشيلها. طيب، بعد كده عملت ايه؟ بقيت ارمي بقى كده إيه الحمد لله ربنا كرم مثلا، والحمد لله ان ربنا رضاني. بقيت ارمي كده على جنب حوالي مثلا في اليوم كده 10 جنيه. مثلا جيت على اخر الشهر، لقيت نفسي مثلا كونت فلوس من ال10 من ال5 جنيه ديت، واتبقى معايا من فلوس اخر الشهر كده مثلا 100 او 200 مش عايزاهم، اروح شايلاهم. فابص الاقي نفسي عملت حاجة. طيب، الحاجة دي، الفلوس دي انت بتلاقيها؟ اه طبعا بلاقيها. ما تفكريش ان انت اي حاجة انت مستهونة بيها هتبقى قليلة، لا. ما تستهونيش خالص بالارباع او بالجنيهات او بالانصص. والله بتعمل حاجة، وبتعمل حاجة كبيرة جدا، وبتتلاقى في اخر الشهر. تعالي كده وجربي، وهاتي كده برطمان او هاتي ازازة، وحطي فيها كل يوم حاجة كده مثلا معاكي او مع زوجك او مع عيالك، اي حاجة كده بسيطة. طيب مثلا انت معاكي ربع جنيه، نص جنيه، النهارده بصيتي لقيتي معاكي فكه كده حوالي 5 جنيه فكه، ارميهم فيها، وانت هتشوفي في اخر الشهر انت كونتي كام. الفلوس اللي متشالة على جنب دي بتبقى سترة للبني آدم، بتبقى سترة بشكل مش طبيعي. أنا لما بكون مش شايلة فلوس على جنب ببقى متضايقة قوي. ليه؟ بحس ان انا مكشوفة في اي وقت ممكن يحصل حاجة، انا مش عارفة اتصرف ازاي. طب هجيب منين؟ طب انا دلوقتي معيش. لا، طالما انت شايلة فلوس على جنب صدقوني بتتلقى. طب احلى حاجة ان انت تعملي ايه كمان؟ تعالي كده فكرة كمان ان انت تفتحي دفتر توفير ليكي.
دفتر توفير في البوسطة مثلا باسمك، ومعاكي مثلا فضلتي مثلا تكوني كده حوالي 100 جنيه، وروحي رميها في الدفتر ده، انسيها، انسيها خالص. هتبصي تلاقي مثلا كل اسبوع كل اسبوعين عملتي مثلا 100 جنيه وحطيتيها في دفتر التوفير، انتي مش حطاها في دماغك خالص. تعالي كده مثلا كمان اسبوعين حطيتي 100، كمان اسبوعين حطيتي 100، هتيجي في وقت كده هوت مثلا هتروحي تبصي تشوفي في الدفتر فيه كام، هتلاقي نفسك عملتي مبلغ، هتلاقي نفسك شلتي حاجه بعيد عن ايديكي، لان كل قرش تحت ايدينا احنا بنصرفه بصراحه. الفلوس اللي موجوده في البيت وتحت ايديكي دي طايره، تحسي كده ان الفلوس فيها ليها جناحات بتطير. انما انت طول ما انت شايله الفلوس بعيد عن ايديكي، لا هتلاقيها في يوم من الايام وفي وقت كده من الاوقات اتزنقتي جامد ومفيش. طب وبعدين، طب مثلا حد تعب، طب معكيش، طب اتزنقتي في وقت دراسه، طب اتزنقتي في مصاريف في المدارس، هتبصي تلاقي نفسك انت عملتي حاجه هتقدري ان انت تسحبيها هتصرفي منها، خلاص تمام. طول ما انت عامله، مش هقولك بقى حساب للزمن طبعا، يعني بكره ده بتاع ربنا مش بتاعنا. انت كل اللي عليكي ان انت تعملي اللي عليكي، وبكره ده بتاع ربنا ما تشيليش همه. ولكن مش كل اللي جاي رايح، مش كل اللي جاي رايح. كل ما انت هتفضلي ان انت تضيعي في كل قرش هو بيجيلك، انت هتبصي تلاقي نفسك فلوسك كلها رايحه وضايعه. لا، وحاولي ان انت مثلا ما تصرفيش ببذخ. ما مش كل قرش يجيلك. انا عارفه ان الدنيا غاليه جدا 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 الايام دي، وكل شويه، مش هقولك كل يوم، ده كل شويه الحاجه بتغلى، وبتغلى بشكل مش طبيعي، وبتغلى بشكل مش حلو. بس المفروض ان احنا برضو على قد ما نقدر نوفر، على قد ما نقدر نشيل. زي ما قلتلك كده، يا اما تجيبي برطمان وتحطي فيه كل ما يبقى معاكي اي فكه ارميها في البرطمان، هتبصي تلاقي نفسك في اخر الشهر، في مثلا كمان شهرين ولا حاجه، لا عملتي مبلغ، لقيتي نفسك عملتي مبلغ. معاكي جنيه، معاكي نص جنيه، معاكي 2 جنيه فكه، انت شايفه ان هم مش هتعملي بيهم حاجه، فلا تحطيهم في البرطمان. فالبرطمان هتبصي تلاقي عملتي مبلغ. والله بجد انا بقول لك الكلام ده عن تجربه. انا كنت عامله برطمان وكنت بحوش فيه، وجيت في وقت اتزنقت جدا جدا جدا، في يوم ما كده، وما كانش معايا فلوس خالص، وجيت لما فتحت البرطمان لقيت فيه كان مبلغ. والمبلغ ده وقتها قوم لي بيتي وقوم لي دنيتي. مش هقول لك بقى كان مبلغ كبير، لا، بس كان في الوقت ده المبلغ ده عمل حاجه. هل انا مثلا سكت بقى؟ لا، الفكره عجبتني وفضلت ماشيه عليها، وفضلت مستمرية فيها. وكان كل ربنا ما بيرزقني بأكتر كنت كل ما بشيل أكتر، كل ربنا ما بيرزقني بأكتر كل ما كنت بشيل أكتر. لأن انت مثلا حاجة لقيتيها عجبتك، وحاجة قومت بيتك، وحاجة فكت زنقتك، فانت هتسيبيها؟ لا، هتشتغلي عليها. القرش المتشال سترة، القرش المتشال سترة. أنا دايما بقول كده، طول ما في قرش متشال على جنب ده ساترني، ساترني من اي سؤال، ساترني من اي حاجة انا مثلا محتاجاها وعايزاها، وانا معيش دلوقتي اجيبها. طب هعمل ايه؟ هجري على طول على الحتة اللي انا شايلة فيها الفلوس بتاعتي، او انا كنت برمي فيها وانا ناسية ورمياهم وسايباهم. هتبصي تلاقي عملتي حاجة. خليكي كده مثلا ان انتي ست ذكية، ست تقدري ان انتي تتحملي مسؤولية. مش كل مثلا ايه ما تتزنقي، لا هات هات هات. ما هو زوجك برضو ربنا يعينه، وربنا يكون في عونهم كلهم، وربنا يقويهم على الدنيا اللي احنا فيها دي والمعيشة اللي احنا فيها. فهنا يعني انا في الفيديو ده قصد ان انا اكلمك على فكرة التحويش. التحويش والله حاجة جميلة جدا، وحاجة مهمة قوي، وحاجة مربحة. طيب انت مش عارفة تحوشي، مش عارفة تحطي في برطمان، مش عارفة تحوشي تعملي مثلا دفتر توفير. ولو ان بجد الفكرتين دول تحفة جدا وعن تجربة، وانا بكلمك على حاجة شخصية انا مريت بيها، ان انا حوشت لوحدي كده مثلا في برطمان. انا حوشت ولقيت
ان انا فتحت دفتر توفير باسمي، وبقيت ارمي اي فلوس انا مش محتاجاها، اجي في اخر الشهر ابص الاقي نفسي مثلا وفرت 100 200 جنيه اروح رمياهم. طيب قبل اخر الشهر مثلا لقيت معايا مثلا في الاسبوعين كده في نص الشهر في فلوس زياده انا مش هحتاجها، وكنت خلاص بقى خلصت يعني ايه، جبت خزين بيتي، جبت حاجتي، كان في فلوس مثلا متوفره معايا، اروح احطها في البوسطه. تمام. زوجي مثلا يديني فلوس وقال لي روحي هاتي لنفسك حاجه، انا ممكن ما اجيبش لنفسي الحاجه مثلا، ما اكونش جبت كل اللي انا عاوزاه مثلا، يعني ايه، فستان ممكن اكون وفرت فيه، اروح احط الفلوس. جبت مثلا حاجه مثلا برفانيه مثلا وفرت فيه، اروح احط بقيه الفلوس فين؟ في البوسطه. فببص الاقي نفسي ان انا وفرت، ابص الاقي نفسي جيت في وقت اتزنقت اروح اسحب من البوسطه، لا في، ابص في الدفتر الاقي في مبلغ ممكن يقومني في الوقت الحالي اللي انا محتاجه فيه الفلوس دي. تمام. فانت خليكي دايما ذكيه، خليكي دايما تعرفي ازاي تقومي بيتك، ازاي ان انت تستوري بيتك. الراجل كل اللي عليه ان هو بيشتغل وبيجي يديك الفلوس، ان انت ازاي تقومي البيت وازاي تعملي حاجتك بفلوسك. ربنا يعينهم وربنا يعين كل واحد على بيته وعلى ولاده في الوقت الحالي اللي احنا فيه. احنا محتاجين نشغل دماغنا اكتر، محتاجين ان كل واحدة تقدر ازاي ان هي توفر بأي شكل من الأشكال. أنا جيت أقولك الفكرتين دول بإذن الله إن شاء الله، لعل وعسى إن هما يفيدوكي وينفعوكي. دفتر التوفير عشان تفتحيه مش محتاج لمبلغ كبير جدا، مش محتاج لفلوس كتير عشان تفتحيه، لا دي حاجة بسيطة خالص إن انت تقدري تفتحي بيها الدفتر بتاع التوفير، وتقدري إن انت من وقت للتاني ترمي فيه فلوس، إن شاء الله حتى لو 10 جنيه. والله لو 10 جنيه رميتيها في دفتر التوفير، هتقدري ازاي وهتعرفي ازاي ان انت فعلا استفدتي منه. تمام. وبعدين دفتر التوفير دلوقتي انت مثلا بتروحي تفتحي وبعد كده بيتعمل لك زي فيزا، تقدري ان انت تسحبي بقى حته ان انت مثلا تروحي وتقفي في الطوابير وان انت تسحبي فلوسك، لا الكلام ده خلاص ما بقاش موجود. فانت بمجرد ما تفتحي الدفتر ويبقى لك حساب، وتقدري ان انت بعد كده تسحبي من اي مكنه بره. طيب انت كده مثلا يعني بالفكرتين دول لو قدرتي تنفذي واحده فيهم يبقى انت ما شاء الله عليكي، قدرتي ان انت تستوري بيتك، قدرتي ان انت تعملي حاجه، قدرتي ان انت تساعدي زوجك باقل حاجه وباقل التكلفه من الفلوس اللي هو بيدخلها لك ومن الفلوس اللي هو بيديها لك. لان فعلا احنا لو ما كناش نعرف ان احنا نوفر ازاي ونشيل ازاي ونلم دنيتنا، صدقيني الدنيا هتبوظ ومش هتعرفي ان انت تكفي بيتك. فمش كل جنيه جاي رايح، كل جنيه جاي رايح، على قد ما تقدري توفري على قد ما تقدري تشيلي. انا عارفه ان الكلام ده طبعا ممكن يكون صعب كتير قوي على ناس دلوقتي، بحيث ان الدنيا بقت غاليه نار والدنيا مولعه، بس الله المستعان وربنا يعين كل اسره وكل رب اسره على اللي هو فيه، وربنا يعين كل واحد، كل ام وكل اب على اللي هم فيه وعلى اولادهم. يا رب يكون الفكرتين عجبوكي، ويا رب تكوني استفدتي، وان شاء الله يكونوا فكرتين خير عليكي، ونحاول ان شاء الله كده نوفر مع بعض، وان احنا يعني نستر بيتنا ونستر نفسنا ان شاء الله بعد كده. وربنا يعين كل رب أسرة، وربنا يعين كل وربنا معانا ومعاكم بإذن الله. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.